الفيديو اللي قدامنا ده البنوت هتعرفك ازاي شعرك يطول ويكون شكله طبيعي وصحي ويكون فيه لمعه ما حصلتش بمكون واحد فقط. وعاوزه اقول لكم ان انا مجربه الوصفه دي وبجد اعتمدوها يا جماعه واعملوها. ايه هي بقى مكونات الوصفه دي؟ هتجيبي الشامبو اللي انت متعوده تستخدميه، بس لازم يكون شامبو طبي، وهتحطي عليه معلقتين من القهوه، هتحطيهم على بعض وترجعيهم تاني الازازه بتاعه الشامبو، وهترجي الازازه كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هتعتمديه في كل غسله من غسلات شعرك هتستخدمي الوصفه اللي هي محطوطه جوه الشامبو بتاعك ده. بجد النتيجه يا جماعه ما حصلتش. اولا القهوه فيها نسبه كافيين عاليه، الكافيين ده بينظف الشعر وبيطوله، وفي نفس الوقت لو انت عندك دهون في شعرك هتعالجها وهتنظف الشعر خالص. لو عندك ريحه وحشه في شعرك القهوه هتقضي عليها. فاكرين ماسكات التوم اللي كنا بنعملها زمان ونقول لك لو انت عاوزه ريحه ماسكات التوم تروح من شعرك اعملي ايه؟ جيبي قهوه وتعكي بيها شعرك. انت دلوقتي بقى هتجيبي معلقتين القهوه وهتحطيهم في الشامبو. النتيجه ما حصلتش. ما تنسوش لو النتيجه عجبتكم تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. كانت معاكم آلاء جمال سكين كير اند هير سيرفيس. مع السلامه.